أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في اللقاءات. الآن بجانبي عضو اللجنة التنظيمية والتحكيمية الأستاذ ماضي الميان. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. السلام. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا اللجنة التنظيمية والتحكيمية، طبعا عندنا بعض اللقاءات أو بعض التنظيمات أو التسهيلات التي قمنا بها بإنشاء بعض الرابطات أو الأشياء الخاصة في البطولة أو الرابطة أحياء منطقة الرياض، وهي من ناحية التحكيم، وطبعا دور الرابطة التحكيم ودور المحكمين واستقطاب الحكام من جميع الجهات المسؤولة. هو تحت رعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ نعم، تحت رعاية الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. هذه طبعا. طيب، ما هي أبرز المخالفات التي حدثت في الأيام الماضية؟ والله في بعض المخالفات، بعض الفرق، يعني في بعض الأشياء أو بعض الأشياء الغامضة أو الأشياء التي يقوم بها بعض الفرق، مثل تدوين أسماء لاعبين غير مسجل في الكشف 30 وتسجيلهم في الفترة اللاحقة أو في بداية المباريات من دون علم اللجنة، فهذه تعتبر مخالفة، ومخالفة هذه ينظر إليها ويبت في القرارات التي لها اللجنة التحكيمية أو اللجنة المسؤولة عن هذه الرابطة. سحبت قبل 3 أيام 3 نقاط على أحد أبرز الفرق المشهورة في الرياض. والله كان السبب الرئيسي هو بعض المخالفات، هو تسجيل اسم لم يكن مدون في الكشف 18 الخاص بالمباراة، فسحبت منهم ال3 نقاط على ضوء هذه المخالفة، وقد اجتمع فيها أعضاء اللجنة وقرروا وبتوا في هذه المخالفة. طيب، كيف ترى تعاون الفرق مع اللجنة التنظيمية والتحكيم؟ والله جيدة إلى حد ما، أو مقبولة، نقول مقبولة وممتازة من بعض الفرق التي لها باع في مجالات في الرياضية. طيب، كيف ترى سير البطولة؟ يعني هل حققت الأهداف؟ والله حققت إلى ما نقول إلى 90% أو إلى 99% من أهدافها المحققة، وهو بناء الأمل والمستقبل نحو مستقبل جيد أو الاستثمار الرياضي في مجال كرة القدم أو في مجالات كرة القدم في الحواري والانطلاق إلى المستقبل في المستقبل. كيف ترى مستقبل هذه الرابطة بحكم انطلاق طبعا هذه أول بطولة على مستوى مدينة الرياض؟ طبعا نعتبر هي البطولة الأولى إلى نحو المستقبل. طبعا نحن عندنا الأمل والمستقبل هو نحو المستقبل أو بناء جيل قادم إلى إحياء كرة القدم في مجالات المستقبلية. رسالة أخيرة توجه للمشاركين في هذه البطولة. نشكر جميع القائمين والمسؤولين على هذه البطولة من الرئيس إلى أصغر عضو في هذه ونشكر الطاقم الفني والمخرجين والمصورين والقائمين على هذه البطولة. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله. وإحنا بدورنا في قناة الأمل والمستقبل نشكرك على قبول الدعوة. شكرا لكم وما قصرتم. إذا كان هذا هو حديث الأستاذ ماضي الميان عضو اللجنة التنظيمية والتحكيمية.